ثم نيجي بعد كده فشل موضوع خالد في ان هو يثير الرأي العام او ان هو يعمل بوليكا، فيجيبها لك من ناحية تانية جمال عبد الحميد، الا وهو المفروض ان هو حاجة مسؤولة في نادي الزمالك، ولكن طالع بيتكلم ويقول انتوا ليه زعلانين يعني من لعيبة نادي الزمالك لما هم بيشربوا حشيش، فيما معنى كلامه. ما بيتسو موسيماني طلع وقال في تحليل الخمور، عملت تحليل الخمور للاعيبه نادي الاهلي وطلع 90% من اللعيبه بيتعاطوا الكحوليات. فانتوا زعلانين ليه؟ اوكي، النادي الاهلي خمرجيه، ماشي. هل ده يعني النادي الاهلي فيه حاجه غلط؟ هل ده معناه ان لعيبتك تحشش؟ ولا بما ان ده غلط فانا اغلط؟ هم بيشربوا خمره فانا لعيبتي تشرب حشيش وتاخد منشطات؟ هل ده مبرر؟ يا كبير، يا عاقل، يا قدوه، يا اب. ابن خالتك بيشرب مخدرات فانا عادي لما ابني يشرب حشيش؟ او ابن خالتك بيشرب خمر فانت عادي لما تشرب حشيش؟ بتقول لابنك كده؟ ابن عمك بتاع نسوان فما عنديش مشاكل ان انا اشوفك بجوان بانجو؟ هي دي التربيه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، مين قال ان بيتسو موسيماني قال كده؟ خالتك بامبا. خالتك بامبا وهي قاعده بتعمل البتاو على الفرن، قاعده تقول لك ايه اللي الكلام، انت مصدر كلامك ايه في اللي انت قلته ده؟ خالتك بامبا يا جمال يا عبد الحميد. طيب مصدر ان لاعبتك بتشرب حشيش، ايه المصدر؟ رئيسك، مش احنا برضو. يعني لما تيجي تبص على طاقة النسوان اللي انتوا كنتوا بتسمعوا لها وبتقولوا بيتسو موسيماني، يا اخي تخيل بنشرب اللعيبه بتشرب خمره واخدين 3 العالم مرتين ورا بعض و2 افريقيا ورا بعض ووصلوا لنهائي كاس افريقيا المره الثالثه واخدين الكاس صح ماشي. فده مصدره خالتك بامبا، وانت طالع تكرره بلا مصدر وباتهامات وبترمي جزافه. انما مصدر ان لعيبتك بتشرب حشيش ده انت، ده رئيسك، ده قناتك. على اي اساس؟ فبرضه بيضربوا مثال تاني في قله الذوق وقله التربيه، وان هم حرام يخشوا البيوت المصريه. يعني واحد شتام لعان، واحد كياد حقود، واحد ما عندوش مشاكل، انا ابني يشرب خمره اذا كان، او ابني يشرب حشيش اذا كان ابن خالته دي التربيه، دي القدوه، ده اللي بيخش بيوتنا. جاتكم خيبه على جاتكم خيبه المركز الاعلى للاعلام ده.